الأكلة دي من ألذ وأطعم الأكلات اللي أنا عملتها، وبتمزج جدا وبتمتع وأنا بعملها. سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش لا كلكعة ولا أي حاجة صعبة. وهنعرف من الألف للياء ازاي بقى ننضفه وازاي نعمله وازاي نطلعه قطع، يعني كل صبع لوحده كده. بجد رهيب. وهنعمل طبق الكمونية الحلو ده بأسهل طريقة. وازاي هننضفه، سته هي اللي علمتني كل الشيء ده. يعني كل الحاجات دي سته هي اللي علمتها لي ان انا اعملها ازاي بالجمال ده. بجد الطعم رهيب. وما فيهاش اي كلكعه ولا اي حاجه صعبه ولا اي حاجه خالص، ما بتاخدش وقت خالص كمان. اكله سهله جدا وبسيطه وطعمها رهيب. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اول حاجه انا هعملها التسبيكه بتاعتها. هنزل معايا بالسمنه بتاعتي، وبعد كده بصلايه حلوه كده كبيره او بصلتين حلوين كده على قد الكميه اللي هتعمليها. بحب دايما في التسبيكه بتاعتي بتاعت المحشي بتاعنا ان انا احط فلفل اسمر. تتحمر البصله، واهم حاجه البصله تحمر. نزلي الصلصه بتاعتك، البهارات اللي بستخدمها: ملح، كمون، فلفل اسمر، شطه فقط لا غير. ملح، فلفل اسمر، كمون، وشطه. ما بحطش اي اضافات تانية خالص ولا اي بهارات تانية خالص. تتسبك في الوقت اللي هي بتتسبك فيه بقى احنا كنا ايه؟ بغسل بقى الممبار بتاعي او العزبون على حسب ما بتسموه. طريقه القلبه بتاعته اسهل طريقه بالنسبه لي، ما بتاخدش وقت خالص زي ما سته علمتني. تحت الميه اروح جايبه العزبون كده او الممبار، وتحت الميه اروح جايه قلباه زي ما انتم شايفين في الفيديو كده بالظبط، بصبعي كده اقلبه. واروح جايه لفاه، واخلي الميه وهي جاريه بقى تفضل ايه تخش جواه بقى كده. الميه وهو يجري معاها. بس مش بياخد وقت خالص. دي اول قلبه بتاعته عشان اغسله من جوه. طريقته سهله جدا ومش مكلكعه ولا اي حاجه صعبه ولا اي حاجه خالص. شايفينه بكل سهوله نزل على طول، شايفين ازاي؟ ما خدش اي وقت خالص. وبايدي كده انزل الميه هينزل معايا الممبار كله ويفك كله معايا. انا عملت واحده كمان عشان خاطر تشوفوه ازاي بسهول بسرعه كده. بس هجيب كده عندي الممباره، واروح جايه بقلبها بصبعي كده من الحرف حته صغننه بس على اساس ان انا اعرف ادخل الحرف بتاعها من جوه بالميه جاريه كده بسرعه عليها، تخش كده الميه جواها وتخليه تقلبه بسرعه جدا. 5 دقايق خلصت الكميه كلها. وبالسكينه بقى بتاعتي ازاي بقى انا عايزه انضفه بقى، هجيب السكينه بتاعتي انا كده خلاص اهو خلصت. بالسكينه بقى هجيبها وابتدي ان انا اجرده. تمام كده عشان اشيل الطبقه اللي هي بتبقى من جوه. عشان انا عايزاها تبقى بيضه خالص. بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده، واروح جايه بقى ايه سحبه الممبار عليها. هطلع الحاجات دي كده بالميه على طول واغسلي. تمام كده. بس ما فيهاش اي صعوبه خالص. هتقلبيها الناحيه التانية، يعني تلفي العصبان الناحيه التانية. وعلى حسب ما بيسموها عندكم بقى الممبار او عصبان، وبالسكينه برضو تروحي جايه شداه كده بس كده وخلاص. سهله جدا وبسيطه ما بياخدش اي وقت خالص. يبقى احنا كده قلبناه وجربناه. هنعمل بقى محلول حلو جدا يعتبر مطهر ومعقم وكل شيء. هروح جايبه حاطه ايه، حاطه كربوناتو، حاطه ملح، وحاطه خل وليمون. كربوناتو وملح وخل وليمون، واقلب بقى كده مع بعض لما يعمل الفوران الحلو ده. اروح جايه منزله فيه الممبار بتاعي. وسبته انا بقى، سبت الممبار فيه على الاقل نص ساعة لما خلصت التسبيكة بتاعت المحشي. يعني أنا خلصت الأول الممبار دوت، وبعد كده رحت عملت التسبيكة. فهو خد فترة معايا، وأنا أصلا كنت منضفة الممبار دوت بتاع الأضحية. فأنا أساسا كنت منضفاه قبل كده كمان، يعني أنا كان متنضف قبل كده. وعدت بقى التنظيف الأخير اللي قبل الأكل، بس التنظيف الأولاني نفس تنظيف اللي هو نفس الطريقة بالظبط اللي أنا عملتها تاني عدت عليها. بس كده اروح جايه بقى تاني على الميه تاني وقلباه على الوجه بتاعه اللي انا ايه الاولاني خالص. عايزين نعمل الكمونيه، والكمونيه طبعا بتتعمل من الكرشه. طب الكرشه اصلا انا كنت منضفاها اصلا بنفس الطريقه بميه سخنه كده بس، وجربتها طلع كل اللي فيها ما خدتش وقت خالص. فهي اساسا كانت نضيفه معايا، فعملت نفس المحلول من الملح والكربوناتو والخل والليمون، وسبت فيها الكرشه برضو، سبتها بقى فتره لحد ما خلصت حشو الممبار وكل شيء. تمام كده. الحشوه بقى بتاعت المحشي، الصلصه بتاعتي سبكتها حطيت معاها بقدونس وكزبره، وبقدونس وكزبره وشبت مع الرز بتاعي غسلته كويس جدا. وحشيته بالطريقه دي، جبت الممبار بتاعي ولا خير من غير بقى قمع بقى او محقن زي ما بيسموه يعني. بلاقي حاجه بصبعي كده. اروح جايه حاطه الممبار بتاعي وايه مدخله بصبعي كده زي ما انتم شايفين في الفيديو كده بالظبط.
سهل جدا. ليه مش لسه بقى هجيب قمع او محقن بقى واحط وانزل وكل، لا 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 لا، ويتقطع مني لان المحقن من تحت ممكن يكون جامد يقطع مني الممبار. مفيش اي الكلام ده خالص، ومفيش اسهل من كده. اتلف على طول ومفهوش اي حاجه خالص، سهله جدا والطريقه سهله جدا ومبتاخدش اي وقت خالص. شايفين الجمال بتاعه والسهوله، ما خدش معايا وقت خالص. بس وببطط كده ايه عشان مبقاش مكلكع مني وتخين. اوزع الرز في الممبار بتاعي كده واروح جايه ايه، يبقى ايه خفيف مبقاش تقيل. اسهل طريقه بقى في بقى ان انت اساسا ناس بتقطع الممبار ويعملوها على قد كده ايه القطعه، والميه تكون مغليه يحطوه فيها. انا ما بحبش الطريقه دي، سته مش علمتنيش كده. الطريقه ان انا بجيب الممبار واروح جايه ايه ربطاه من فوق، واعمل على قد الحجم الممبرايه اللي انا عايزاه واربطه بخيط. اربطه بخيط بقى مطبخ، خيط عادي الخياطه بتاعتنا اي خيط. واروح جايه دي اسهل طريقه بالنسبه لي عشان اخلص الكميه على طول. جبت الممبار كده على طوله وقسمته بالنص، وكل اتنين قصاد بعض اروح جايه ربطهم مع بعض، خلصت الكميه في نص الوقت بالظبط يعني. ما بياخدش. شايفين كده دي طريقه بالنسبه لي سهله جدا، يعني احلى طريقه للممبار. انما بقى طريقه ان انا اقص الممبار واروح جايه حاشياه بقى، وبعد كده اروح جايه حاطه الميه مغليه واحط الممبار بقى فيها، ده بياخد وقت كتير. تاني سر بقى واساسي في الممبار المربوط ان هو ما يفرقعش منك في الميه طبعا. تجيبي دبوس كده طرحه او اي حاجه، وتروحي جايه مخرمه الممبار بتاعك عشان لما تحطيه في الميه ما يفرقعش منك. خطوه اساسيه في الممبار. مادام طبعا الممبار عندك مربوط هيدخل له مننا التهويه عشان ما يفرقعش مننا. صوبع صوبع كده تروحي جايه ايه مخرمه. بقى ايه عشان نحضر الميه بتاعتنا اللي هنسلقه فيها. تحطي بصل حلو وفلفل اسمر وملح وطماطم بس، مش هنحط اي اضافات تانية خالص. لما تغلي معانا المية تغلي حلو، نزلي بقى الممبار بتاعك. لما المية تغلي كده وتلاقيها بتغلي، نزلي ايه بقى الممبار بتاعك بقى وغطي عليه وسيبيه لما يستوى. بس كده بكتير في السوى الممبار بتاعك. انا الحلة معايا خدت المقدار كله، اخد معايا بالظبط 40 دقيقة. عشان اعرف الممبار بتاعي استوى بطلع كده معايا الصبع وامسكه بايدي كده، لو الاقي كده الممبار معايا بتحسي كده بالرز بتاعه استوى، فهو كده خلاص ما خدش معايا وقت. طب هنسوي بقى الكرشه بتاعتنا. نحط بصل وطماطم واي بصل وطماطم وبس كده، ما تحطيش اي حاجه. لو حطيتي فلفل اسمر هيسمر منك الشوربه. لو حطيتي ملح، فانا ما بحطش ملح في الاول عشان اسرع السوا. نزلت الكرشه بتاعتي بعد ما شطفتها كويس من المحلول اللي فيها، وبعد كده بقى ايه سبتها على النار. شايفين لما تغلي معانا، شايفين الشوربه رايقه ازاي؟ ما فيهاش اي حاجه خالص، ولا فيها ريحه، ولا فيها طعم مش حلو، ولا اي حاجه خالص. بس هي كده بقت الكرشه معايا بقت 3/4 سوا. رحت جايه حاطه لها الملح بتاعها عشان اعرف ان الكرشه معايا استوت. على غطا الحله كده باخد قطع واحاول اقطعها، اتقطعت معايا فخلاص تمام استوت. لا لو لسه فلا، لسه سيبها شويه عشان نحضر طبق الكمونية بتاعتنا. رحت جايه بقى تجيبي الكرشه بتاعتك وقطعيها قطع على حسب الحجم اللي انت عايزاه. قطعيها زي ما انت عايزه بقى، مربعات كبيره صغيره زي ما انت تحبي بقى. قطعي الكميه بتاعتها كلها ونحضر بقى الايه الخلطه بتاعت الكمونيه بتاعتنا. هننزل بمعلقه سمنه. اول ما السمنه تسيح نزلي الكمونيه بتاعتك شوحيها فيها كده وغلفيها بيها وتتحمر. لازم يعني بصي عشان تطلع معاكي مظبوطه اتبعت الخطوات دي مظبوطه معاكي صح، تطلع معاكي مظبوطه جدا. بس نروح جايين مقلبين كده الايه الكرشه بتاعتنا قلبناها. عندنا بصل شرايح نقلبها معاها كده برضو الاول، كل حاجه الاول. البصل الاول، يبقى اول حاجه الكرشه، بعد كده البصل، بعد كده حوالي 4 5 فصوص حلوين كده ونقطعهم طرنشات شرايح كده. ننزل عليه التوم ريحته تطلع، تنزلي عليها بطماطم قطع وبصل قطع او شرايح زي ما تحبوا. تمام كده. نقلبهم مع بعض كده لحد ما ايه نلاقي الطماطم بدأت تدبل معانا كده. الطماطم بقى دبلت معانا كده والدنيا بقت تمام. انزل بقى عليها بمجين صلصه، مجين صلصه على حسب برضو كميه الكرشه اللي انت عاملاها. معلقه كبيره كده حلوه من معجون الصلصه. نزلي حطي عليها البهارات بتاعتك، فلفل اسمر وملح، كزبره ناشفه، ومعاها كمون وشطه. ولو عايزاها سبايسي زودي الشطه معاها، وكمان ممكن تحطي معاها فلفل اخضر حامي. وقلبيها بقى مع بعض كده وسيبيها ايه تتسبك معاكي وتغلي. بعد كده وطي عليها النار بقى تاخد وتدي مع بعضها كده لما كل الطعم ايه يخش في بعضه. ونسيت حمص الشام، جبته وسلقته وحطيته شايفين الجمال بتاعها؟ هي كده معايا لما اتسبكت كده بدأت معايا وغلت وكله مع بعض، ووطيت عليها النار كمان حوالي نص ساعة. بس نخلي بالنا ما تلزقش مننا او ايه تنشف قوي.
تبقى النار هاديه خالص، على اساس ان هي بقى تاخد وتدي مع بعض كده، وتدي بقى شايفين الجمال. رهيبه رهيبه رهيبه. في الوقت بقى الممبار بتاعي بقى خلاص إيه برد معايا، هبتدي ان انا بقى اشيل منه الخيط، مش هقدمه بالشكل ده طبعا. اروح جايبه المقص بتاعي وابتدي اقصقص الممبار بتاعي واشيل الخيط بتاعه منه. شايفين شكل الصوبع جميل، يفتح النفس كده، وتقعدي تاكلي كده وتتمزجي كده وتتمتعي. طريقته سهله جدا وبسيطه ورهيب بجد. بس انا كده خلصت الكميه كلها. شايفين الجمال؟ مفيش احلى من كده. انا بالنسبه لي الممبار كده تحفه، احسن بكتير جدا من اللي هو متقصقص واحطه كده. بس الخليط بقى اللي انا هحمر فيها الممبار، حطيت ميكس ما بين السمنه النباتي والسمنه البلدي. ما بحبش احط زيت. عايزه بقى تحطي سمنه بلدي بس تمام، بس انا بمكس ما بين الاتنين. نزلي بقى الممبار بتاعك وحمريه بقى يتحمر، اللي بيه على الاتجاه التاني وطلعيه، ورشه فلفل اسمر عليه من فوق قدام كده. الف هنا وصحه. طبعا كنا عاملين طبق ورق عنب. شايفين جمال الكمونيه؟ حاجه بجد رهيبه. والممبار بتاعنا بألف هنا وصحة عليكم. طريقته سهلة جدا وبسيطة وطعمه رهيب 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 بجد. حكاية. شايفين بقى الشوربة كمان بتاعة الكرشة؟ عشان انا برضو بحب اشربها كده برضو، بجد الطعم رهيب. ما ننساش المحلول بتاعنا بيدي بيخلي الممبار بتاعنا او الكرش ما فيهوش ريحة، ما فيهوش اي طعم، ما فيهوش اي شيء خالص، ولا في اي حاجة من اللي بتشوفوها دي خالص. لو عجبكم الفيديو والطريقة يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. قولوا لي ايه رأيكم بقى في الوصفة الجميلة دي، وقولوا لي ايه رأيكم في الجمال ده. هستنى آرائكم، كومنتاتكم، تقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة الجميلة ديت. قولوا لي بقى انتوا بتحبوها ازاي وتعملوها ازاي، ووصفتي حلوة وايه رأيكم فيها. شايفين الجمال؟ حاجة بجد فوق الجمال، يعني فوق الروعة. رهيبة رهيبة الأكلة ديت بالنسبة لي، بتنزل القلب على طول. يعني ما فيهاش اي مقارنة او منافسة مع اي اكلات تانية. كل الاكلات في كوم، والجمال دوت في كوم تاني. شايفين الجمال؟ اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.